لو أول مرة تفتح سيمولينك أكيد هتحس إنك قدام بلوكات كتير ولاينز رايحة جاية. بس تعالى نفهم ببساطة الموديل بيتكون من إيه. أول حاجة هي البلوك، ودي البيزك يونت الأساسية اللي بتمثل العمليات الحسابية أو اللوجيك أو السيستم بيهيفير. تاني حاجة هي السيجنالز، ودي الخطوط اللي بتربط بين البلوكات وبعضها، يعني تقدر تقول دي الطرق اللي الداتا بتتحرك فيها وتفهم منها الداتا ماشية منين ورايحة فين. وبعد كده عندنا السب سيستم، وده اللي بنستخدمه لما الموديل يكبر بنبدأ نجمع كل مجموعة بلوكات جوه سب سيستم علشان الدنيا تكون منظمة أكتر. بعد كده بنخش في السامبل تايم، ده اللي بيتحدد كل بلوك أو سيجنال بيشتغل أو بيحدث نفسه كل قد إيه. وعندنا السولفر كونفجريشن، الموديل لازم يشتغل بسولفر معين بيحدد ازاي يحل المعادلات جوه السيميليشن. بعد كده بيكون عندنا حاجة اسمها الداتا تايبس، ودي عبارة عن كل سيجنال أو فاريبل ليه نوع، منه البوليان وفي منه الانتجر وفي منه الدبل. لازم تكون عارفه عشان ما يحصلش مشاكل. كل عنصر من دول ليه دور مهم جدا ولازم تكون فاهمه كويس قبل ما تدخل في مشاريع حقيقية. تابع OS أكاديمي وهتكلم في كل مكون من دول بالتفصيل أكتر قدام بإذن الله.